السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنحول الجبنه القريش لجبنه موزاريلا، وهقول لك ازاي تحوليها لجبنه منزل. نبدا ان شاء الله على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قبل ما تشوفي الفيديو لو عجبك يا ريت تعملي لي لايك وشير واشتركي في القناه لو مش مشتركه يسعدني اشتراكك وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. اول حاجه جبت كيلو من جبنه القريش، وهنحطه كده اهوت في شاشه عشان اصفي منه الميه الزياده، عشان ما تاخدش وقت كبير على البوتاجاز. شفتي؟ صفي الميه على قد ما تقدري، تكي عليها جامد في الشاشه، اعصري بكل قوتك على قد ما تقدري تنزلي الميه اللي فيها. نعمل كده ليه؟ عشان ما تاخدش وقت طويل على البوتاجاز، لان كل الميه دي لازم تتبخر ما تبقاش موجوده. بصي ميه قد ايه، ولو حد اقوى شويه كان نازل منها حبه كمان. عموما خدنا الباقي حطيناها في طاسه اهي، وهنحطها على النار دلوقتي. كده هي على النار، هنبدا نشتغل فيها. بصي نزلت ميه زي وهي لسه لسه يا دوبك على النار، ما بقالهاش ثواني. بس الميه بتاعتها هنحط عليها معلقه من الكربوناتو او بيكربونات الصوديوم، معلقه كده صغيره، وهنفضل نقلب فيها. بصي الفوران اللي حصل فيها ازاي. خلي بالك بقى نوطي عليها النار عشان خاطر اولا ما تشش منك، ثانيا الفوران ده ما يكبش على البوتاجاز. هنقلب كويس. بصي بدأ الفوران يهدى وبدأت الجبنة تبان شوية، هتفضلي تقلبي فيها. بصي لو لقيتي فيها كلاكيع ومش عايزة تسيح الكلاكيع، ممكن تاخديها في الخلاط وهي في المرحلة دي تديها ضربة في الخلاط. لو الجبنة كلها فضل فيها كلاكيع بسيطة، ما فضلش فيها خلاص خير وبركة. هنجيب بقى كوباية، بصي ربع كوباية مية، وهنحط فيها معلقة من النشا، معلقة رمية من النشا عشان ننزلها على الجبنة كده. دي الجبنة بصي وصلت، لما توصل للحد ده هتحطي لها مكعب زبدة وسيبيها لغاية لما الزبدة تختفي، يعني تدوب مع الجبنة. بتديها طعم حلو قوي، بتديها طعم. على شفتي عارفة الجبنة المناجيل اللي بنحطوها على البرجر، سندوتشات البرجر، احنا مسمينها مناجيل في البيت عندنا، بنقول عليها جبنة مناجيل، انا ما اعرفش اسمها ايه هي اصلا. الجبنه دي بتحطيها ممكن الخليط ده يتعمل من الجبنه المناجيل، هيكون زي نفس الطريقه اللي انا ماشيه بيها كده دي دلوقتي، نفس الطريقه ونفس الخطوات. بس في الاخر بدل ما تعبيها في حاجه واحده تطلع كتله واحده، لا بتفرجيها على اللهم صل على النبي، بتفرجيها على مشمع وتغطيها بمشمع تاني على كيس تلاجة. افتحيه وحطيها على كيس تلاجة وغطيها بكيس تلاجة تاني وقطعيها مربعات، هتبقى عامله زي الجبنه المناجيل. ان شاء الله هعمله لكم في فيديو منفصل واحد تاني. النهارده احنا هنعمل الجبنه الموزاريلا. هتفضلي بقى تقلبي بعد ما حطينا النشا والزبده، تفضلي تقلبي لغايه لما يوصل قوامها اللي هوريهولك دلوقتي. حبه حبه بتتقل، بصي حبه بحبه بتتقل وبتبقى جميله. بدأت تشد وبدأت تمط. بصي المطه بقت عامله ازاي، بصي بقت عامله ازاي تحفه. خلاص كده استوت. هتجيبي علبه، اي علبه ان كانت عندك بقى، بس وهي سخنه على طول كده اهوت تنزليها وهي سخنه، عشان لو بردت هتدوخك وانت بتنزليها. هتفرشي كيس نايلو فيها وهتحطي تنزلي الجبنه. نزلي الجبنه بحذر كده بشويش. بصي احنا الجو لسه ما سقعش قوي، وبسرعه بدات تعمل، يعني بدات تعمل بسرعه، فانت خلصي بسرعه على قد ما تقدري، خلصي بسرعه.
كده حطيناها كويس في العلبة، غطيها بقى بالمشمع بتاعها، ونحطها في التلاجة لمدة ساعة ساعتين لغاية لما تبرد كده وتشد مع نفسها. كده بعد ما طلعناها من التلاجة بصي عامله ازاي، طعمها زي ما قلت لك بالظبط طعم الجبنه اللي بنجيبها بمبالغ كبيره جدا. يعني الجبنه دلوقتي بقت غاليه، يعني بقت غلاها فظيع جدا. جبنه المناديل دي اللي بتتحط على البرجر نفس الطعم بتاعها نفسه، بس ان شاء الله المره الجايه هعملها وافردها على المشبع واوريها لك بتعمل ازاي. اهي بصي الجبنه طلع طعمها جميل قوي وطلعت حلوه خالص وطعمها تحفه. يعني ممكن تعملي سندوتشات كده عامله زي طعم الشيدر كده جميله. انت لو حطيتي عليها حته جبنه شيدر بقت جبنه شيدر اصلا جميله قوي. كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبك ونال رضاكي واستحسانك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. كده بقى هقطعها لمربعات كده او مكعبات وهنحطها فوق بعضيها ونكيسها ونحطها في الفريزر لوقت الاستخدام. شكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.